سنة 2024 كانت نقطة التحول الحقيقية في حياة أحمد غزي، وده لأن جاله دور في فيلم الحريفة، الفيلم اللي تقريبا مصر كلها اتفرجت عليه، اللي جسد في شخصية أحمد الششتاوي. يا جماعة الششتاوي ده يعني في حتة تانية، اللي ما يعرفش أحمد غزي قبل كده ويعرف إن هو بيمثل هيقولك إن هي دي شخصيته الحقيقية. الواد ده نو واي إنه يكون بيمثل، ما شاء الله عليه، يعني قدم الشخصية بطريقة يخرب بيته، مش طبيعي، كاريزما يعني. انا شايف نجيله مش شايف لعيبه. هو انت اصلا بتبص له كده ليه؟ لا يا عم، مين المين انتوا طبعا نص يا جدعان. يا عم امال تبع مين؟ ولا انا مش عايز رغي كتير. جilberto ابوه موسع عليه المدرسين وما بيزوقش معانا، شد بلاستر واقعد ساكت. حاجة كده زي محمد رمضان لما قدم الألماني أو عبده موتة. الفيلم طبعا لما نزل ما كانش حد يعرف محمد رمضان، أو خلينا ما نعممش، بنسبة كبيرة مننا ما كناش نعرف مين محمد رمضان ده، فكلنا قلنا طبعا إن ده مش ممثل، ده واحد المخرج جايبه من الشارع يقدم الدور ده ويروح. وحصلت قبل كده كتير زي كروان مشاكل مثلا لما مثل في بطن الحوت. هو اكشلي المخرج ما كانش جايبه عشان يمثل، هو كان جايبه عشان يقدم شخصيته الحقيقية. طب هستحسها. استحسها.